أهلا بيكم في قناة مالرمير، ودي حلقة جديدة. بس قبل ما الحلقة تبدأ أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ومتنساش تحط لايك لو الحلقة عجبتك وتعمل اشتراك للقناة. ويلا نبدأ الحلقة. عمرك قبل كده كنت تتخيل إنك تحب تساعد حد، والشخص اللي انت بتحاول تساعده يخلي حياتك قصة رعب؟ وده اللي حصل مع سارة وأحمد. خلينا نسمع منهم اللي حصل بالظبط. كان أحمد وسارة في رحلة للريف علشان يرجعوا يتواصلوا بعد شهور من الخناق والصمت، لكن فجأة أملنا في التصالح تحول لكابوس. الطريق كان هادي، لكنهم شافوا شخص بيمشي لوحده على جانب الطريق، لبسه متقطع ووشه مش باين كويس. أحمد كان دايما بيحب يساعد الناس. ركن العربية قبل ما ألحق أرفض إنه يساعده. هاي يا صاحبي، محتاج توصيلة؟ الرجل وافق وقال إنه عاوز يروح أقرب بلدة. سارة سألتني: متأكد يا حبيبي؟ وأنا قلت لها: دي مجرد توصيلة يا سارة، إيه اللي ممكن يحصل؟ صح، إيه اللي فعلا ممكن يحصل؟ لفيت له بابتسم، لمحت عينيه في المراية الخلفية، كانت عيون حادة وعمال يبص في كل حتة. ربط حزام الأمان ونظره ما سابنيش. الراجل الغريب ده قال: شكرا على التوصيلة، أنقذتوني من مشوار طويل وصعب. وإحنا سايقين الراجل سأله أسئلة بسيطة في الأول عن الطقس وعن عربيتنا ومنين جايين. بعدين أسئلته بقت شخصية، متطفلة بعض الشيء. بقالكم قد إيه مع بعض؟ باين عليكم متوترين. أحمد ضحك وحاول يهدي الجو ويقول إنه كان يوم طويل، لكني حسيت إن نظراته بتقرأ أفكار رأسي. بعدين قرب مني وهمس ببرود جنب ودني: أنا عايز أروح للمزرعة القديمة على طريق اسمه مرفق، أنتوا عارفين المكان، مش بعيد. كان في أمر في نبرته. أحمد بص له في المراية وقال: ده بعيد عن طريقنا يا صاحبي، ممكن أنزلك فيه. وقبل حتى ما أكمل كلامي زعق وقال: لا، هتوديني هناك دلوقتي. انفعاله كان حاد. قبضت أحمد على الدركسيون، زادت من غير ما يقول كلمة، وأخذنا المنعطف للطريق الترابي. ما كانش ممهد، فالعربية كانت بتتحرك بصعوبة على التراب. هنا، خلينا ندخل، عندي حاجة عايزة أوريها ليكم. رديت عليه وقلت: مش هنروح في أي مكان، هنمشي. بس قبل ما أحمد يحرك العربية الراجل طالع مسدس، والراجل أمرهم اطلعوا من العربية، متخلوش الموضوع أصعب. طلعنا من العربية زي ما أمرنا، وصلوا للمزرعة وكانت مخيفة. دخلوا البيت اللي كان مهجور ومليان غبار. الراجل أمرهم يقعدوا على الأرض وبدأ يتكلم عن طفولته الصعبة. شايفين البيت ده؟ فيه ذكريات صعبة وخيانة، والليلة دي هتساعدوني أكتب الغلطات. وأنا مكنتش فاهمة هو عايز إيه برضو. كلامه كان بيتحول لجنون، بيكشف عقل مجنون متأثر بصدمات الماضي، ودلوقتي بيعكسها علينا. بدأ يهرج عن طفولته، عن أهله اللي هجروه، عن القسوة اللي عاناها. كنا الجمهور المختار، زوجين أسيرين علشان نشهد على انهياره. قلت له: ملناش دعوة بماضيك، سيبنا نمشي ومش هنقول لحد كنا هنا. أطلق طلقة في الهواء: اسكتوا، انتوا جزء من ده دلوقتي، لازم تدفعوا الثمن الاستماع والفهم. بدأ يعمل زي طقوس غريبة، بيحط صور قديمة باهتة في دايرة حوالينا. كل صورة كانت بتصور لحظات من حياة أسرية مضطربة: عيد ميلاد طفل من غير ضيوف، صباح عيد ميلاد من غير هدايا، تخرج من غير تصفيق. صوته بقى أكتر توتر وهو بيشرح كل مشهد، إزاي كل حالة من الإهمال شكلته لبقعة الانتقام اللي بقى عليها. بعدين طلع حبل من شنطته ورماه عند رجلي: اربطيه. الموضوع كان مرعب، لكن جات لي فكرة وأنا بربط إيدين أحمد. همست له بخطة: فرصة ممكن تنقذنا، اعمل نفسك مربوط، هخلي الربطة واسعة، ولما أقول دلوقتي تزقه وإحنا نجري. أحمد هز رأسه ببطء، يعني فهم. ربطت الحبل حوالين إيديه بطريقة واسعة، اديت له مساحة علشان يفك نفسه لما يحتاج، وأنا بقف علشان أواجه الراجل المجنون. حاولت أسيطر على نفسي واستعديت للحظة دي بالفعل. الراجل المجنون قال: كويس، خليني أشوف لو فعلا ربطيه كويس. وطى علشان يشوف، وفي اللحظة دي ضربته برجلي إيده اللي كان ماسك بيها المسدس، لكنه موقعش. دلوقتي يا أحمد. أحمد اندفع مستغلا الحبل المفكوك للاندفاع نحو الراكب. الرجل تفاجأ وتراجع. أطلق طلقة عشوائية ما صابتش. اللحظة دي من الفوضى كانت كل اللي نحتاجه. مسكت إيد أحمد وجرينا.
نحو الباب الأمامي. ورانا كان في صوت الراكب وهو بيجري. ورانا ما بصيناش ورانا، كنا بنجري بشكل أعمى بالليل، مدفوعين بغريزة البقاء. أصوات المطاردة بدأت تخفت لما وصلنا للطريق الرئيسي، وعلشان حظنا حلو لقينا عربية وقفت لنا. اتصل بالشرطة وإحنا بننهار في عربيته، أجسامنا مرتعشة وعقولنا مش مستوعبة الرعب اللي هربنا منه. الشرطة قبضت على الراكب بعدين عند المزرعة وهو لسه بيهذي عن الخيانة والانتقام. كنا بأمان، لكن تغيرنا للأبد. تقريبا مش هننسى أبدا اللي حصل الليلة دي. وفي النهاية لو عجبتك القصة ما تنساش تحط لايك للفيديو يشجعني إني أكمل، وتبعت الفيديو لأصحابك، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتدخل تعمل فولو للتيك توك والإنستا اللي عليهم صور وفيديوهات عن القصص دي. ويلا سلام من غير باي.